تعالوا بينا النهارده نعمل نوع من أنواع الحلويات السهلة البسيطة المصرية الأصيلة الجميلة أوي، المهلبية. يعني المهلبية دي من أجمل الحلويات وأسهل الحلويات، سهلة أوي وبسيطة. ده غير طبعًا إن هي مفيدة أوي، إن هي عبارة عن لبن، ده غير إنها بتخلص بس في 10 دقايق، يعني هتعمليها في 10 دقايق لو جاي لِك ضيوف، لو نِفسِك في حاجة حلوة، بالضبط 10 دقايق وتتحط في التلاجة نُص ساعة وهتدوقي أحلى مهلبية. بإذن الله هاعملها لكم بطريقة سهلة أوي، بعد ما تتعلميها من الفيديو ده، إن شاء الله هتعمليها على طول وهتدمنيها وهتعجبِك أوي، إن شاء الله هتعجبِك أوي. من غير كلام كتير، يالّا بينا نبتدي الوصفة السهلة اللذيذة بتاعتنا. بالنسبة للمقادير هنحتاج لوصفتنا 4 معالق نشا و4 معالق سكر. السكر طبعًا حسب الرغبة، عايزة تزوّدي سكر طبعًا براحتك يعني، ولكن 4 معالق على كيلو اللبن اللي هم 4 كوبايات، يعني هيبقى لطيف جدًا، وسكره هيبقى لطيف، وهنحتاج معلقتين لبن بودرة، أي لبن بودرة نيوزيلندي بس يكون دسم كده حلو، دسم عشان يدّي دسامة للمهلبية بتاعتي، وهاحتاج مكعب زبدة ومكعب شوكولاتة بيضا، أنا باستخدم دايمًا يا جماعة شوكولاتة بيضا دريم، وطبعًا في سما حلوة أوي. هابتدي أضيف اللبن طبعًا كلّه على الساقع، على البارد، أهم حاجة يا جماعة اللبن يكون اللبن الدسم بتاعنا، اللبن دايمًا نقول لبن اللبان بتاعنا، اللي هو يكون بخيره كده يعني، ويا ريت يكون يعني يا دوبك مغلي بتسابة فيه قشطته، وبعد كده أبتدي أضيف النشا على البارد، كل ده على البارد، وأضيف اللبن البودرة على البارد، كل ده يبقى على البارد، وبعدين هاحتاج معلقتين بالضبط دقيق أو معلقة دقيق واحدة بس يا جماعة كفاية على كيلو اللبن، الدقيق كده بيدّي سُمك وبيدّي طعم جميل أوي للمهلبية. وابتدي كل حاجة تتقلّب على البارد عشان بس أتأكد إن هُم كل الحاجات كده ما فيهاش كلاكيع، أهم حاجة أتأكد موضوع ما فيهاش كلاكيع، يعني هنا باضيف معلقة الدقيق، أهم حاجة نتأكد إن ما فيش أي لكاليك ولا أي حاجة، لو حسيتوها إن هي بدأت تلكلك منكم كده أو بدأت إن هي تعمل تكتلات، ممكن تضربوها بالهاند بلندر، لكن أنا عندي المعلقة دي الحمد لله ما بتعملش مني أي تكتلات، وبعدين أبتدي بعد ما أتأكد إن هي ما فيهاش أي تكتلات، أبتدي أرفعها على نار متوسطة، أهم حاجة تكون نار متوسطة، وابتدي أقلب، أهم حاجة وأنا باعمل المهلبية يا جماعة والنشا، إيديّا ما تسيبش المعلقة. لإن في أي لحظة ممكن يتقل مني، ابتدي أقلّب، ما بياخدش أكتر من 10 دقايق، ما بياخدش أكتر من 10 دقايق أبدًا، أول ما ابتدي أحس إن المهلبية بتاعتي ابتدت تتقل وابتدت تاخد السمك بتاعها، أضيف مكعب الشوكولاتة البيضا مبدئيًا، طبعًا عايزة تحطي أكتر من كده حطي، بس هو الشوكولاتة البيضا بتخلّي الطعم غني أوي، وممكن كمان تضيفي في المرحلة دي جوز هند، لو عايزة تضيفي جوز هند ضيفي، أنا ما ضفتوش لإن في ناس مش بتحب طعم جوز الهند أوي، لكن أنا طبعًا باحبه جدًا. عايزة تضيفي جوز الهند هيدّي طعم جميل أوي. وبعدين أضيف مكعب الزبدة بتاعي. مكعب الزبدة بيبقى آخر حاجة، بيدّيني بقى دسامة بيخلّي القوام كريمي أوي. اللبن الدسم مع الزبدة مع الشوكولاتة البيضا هيدّيكِ طعم دسم وكريمي أكثر من رائع. وفي الآخر باضيف ربع معلقة فانيليا، أهم حاجة يا جماعة الفانيليا تتضاف آخر حاجة ويتطفي بعديها النار على طول، أنا باشوف كده وصفات حقيقي يعني ما فكرة إن أنا أحط الفانيليا وأفضل أقلّب ده شيء يعني غريب جدًا، لإنها بتمرّر، الفانيليا لو قعدت على النار يا جماعة بتمرّر، دي حاجة معروفة يعني، فإحنا يا دوبك بنضيفها ونطفي النار على طول، وابتدي بقى أجيب الكوبايات بتاعتي، أهم حاجة يا جماعة القوام يبقى يا دوبك ماسك نفسه كده، يبقى قوام كريمي حلو، ما اسيبوش لمّا يتقل كده ويتكتل. بُصّوا وأنا باضيفها بُصّوا ماهية إزاي، مجرد طبعًا ما تتضاف في الكوبايات بتبتدي بقى خلاص تبتدي تاخد هي القوام بتاعها، أنا المقدار ده عمل لي من ال4 كاسات دول وعمل لي كوبايتين تاني، بس أنا اللي مصوراهم ال4 كاسات، بعد بقى ما أصُبّهم في الكوبايات بتاعتي، أبتدي بقى أزيّنهم بقى بأي حاجة عندي، أنا النهارده زيّنتهم بفول سوداني و وجوز هند، طبعًا لو عندِك زبيب هتحطي هيبقى طعمه جميل أوي. ودوقي أحلى مهلبية، بجد والله، دوقي أحلى مهلبية، قوامها كريمي مهما أوصف لكم هتفكّركم كده بالمهلبيات القديمة اللي هي من دون افتكاسات بقى وبدون الصوص اللي مش عارفة إيه، يعني من أحلى مهلبية هتعملوها في حياتكم. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت، وصفة جميلة ولذيذة، أتمنى إن أنتم تجربوها وهتعجبكم أوي، مش هتاخد منكم 10 دقايق. مستنية تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات، ولو عجبتكم الوصفة أتمنى إن أنتم تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة، أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.